أهلا بكم يا جماعة. النهاردة هنتكلم في موضوع بيحصل معانا كلنا تقريبا لما بنتحشر في زحمة ونضطر نعتذر عن التأخير. هنعرف إزاي نقول أنا اتأخرت بسبب الزحمة بالألماني بس بطريقة سليمة ومظبوطة. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. وطبعا عشان نتكلم عن المشكلة دي لازم الأول نعرف يعني إيه زحمة بالألماني. الكلمة الأساسية بتاعتنا هي der Stau، وأول حاجة لازم ناخد بالنا منها هي الأداة بتاعتها der، وده معناه طبعا إن الكلمة دي مذكر. قولوا معايا كده der Stau، معناها ببساطة الازدحام المروري، أو زي ما بنقول بالمصري الزحمة. طيب نستخدمها ازاي في جملة؟ تخيل كده انك روحت متأخر وبتحكي لاصحابك ايه اللي حصل، فممكن تقول Wir hatten Stau auf der Autobahn، يعني احنا كان عندنا زحمة على الطريق السريع. هنا استخدمنا hatten اللي هي الماضي عشان بنحكي عن حاجة خلاص حصلت وخلصت. طب لو انت لسه في قلب الزحمة دلوقتي حالا وبتكلم حد في التليفون عشان تشتكي له، هتقوله ايه؟ هتقول Wir stehen schon eine ganze Stunde im Stau، يعني احنا واقفين في الزحمة دي بقالنا ساعة بحالها. خدوا بالكم قوي من تعبير im Stau، معناه انك حرفيا جوه الزحمة نفسها. تمام قوي، كده عرفنا نقول زحمة، بس ده نص الطريق بس. السؤال المهم بقى، ازاي اربط التأخير بالزحمة؟ يعني ازاي اقول بسبب الزحمة؟ الإجابة كلها في كلمة واحدة بس، كلمة صغيرة كده، بس هي كلمة السر اللي هتحلنا الموضوع كله. الكلمة دي هي wegen. اسمعوها كويس مرة تانية، wegen معناها بمنتهى البساطة بسبب أو because of. كلمة صغيرة بس بتغير شكل الجملة اللي بعدها تماما. تعال نشوفها في جملة عشان الصورة توضح. Der Bus hatte wegen des Staus Verspätung. يعني الأتوبيس اتأخر بسبب الزحمة. بس ثانية واحدة، في حاجة شكلها غريب هنا. حد لاحظ ليه قلنا des Staus مش der Stau زي ما اتعلمنا؟ هنا بقى ندخل على الجزء المهم قوي في شرح النهاردة. ما تتخضوش من الاسم خالص. القاعدة دي اسمها الجينيتيف أو حالة الإضافة بالعربي، وشرحها أبسط مما تتخيلوا، وهنمشي فيه واحدة واحدة مع بعض. القاعدة الذهبية بتقول إيه؟ بتقول إن كلمة فيجن دي عاملة زي المغناطيس، أي اسم بيجي بعدها لازم تشده لحالة الجينيتيف. دي أهم معلومة لازم نطلع بيها النهاردة. فيجن يجي بعدها جينيتيف. طيب ايه اللي بيحصل للاسم نفسه لما يدخل في حالة الجينيتيف دي؟ الموضوع بسيط جدا. لو الاسم ده مذكر der أو محايد das، بنضيف في آخره s أو ساعات es. طب لو كان مؤنث دي أو جمع وبرضه دي، مفيش أسهل من كده، مش بنغير في الاسم أي حاجة خالص، بيفضل زي ما هو. التغيير التاني والمهم بيحصل في أداة التعريف نفسها. بصوا كده، لو الأداة دير للمذكر أو داس للمحايد، الاتنين بيتحولوا لدس. أما بقى لو الأداة دي للمؤنث أو دي للجمع، فالاتنين بيتحولوا لدير. أنا عارف إنها ممكن تبان ملخبطة شوية، إزاي دي تبقى دير، بس صدقوني مع الأمثلة كل ده هيبقى واضح زي الشمس. يلا بينا نبدأ بأول مثال، كلمة مذكر زي der Unfall اللي معناها الحادثة. لو عاوزين نقول بسبب الحادثة هتبقى إيه؟ wegen des Unfalls. شايفين التغييرين؟ der بقت des، وكلمة Unfall نفسها خدت s في الآخر. والخبر الحلو إن الاسم المحايد بيتعامل بنفس الطريقة بالملي. يعني كلمة زي das Auto اللي هي السيارة، لما تيجي بعد فيجن هتبقى فيجن des Autos. مرة تانية das اتحولت لدس والاسم أخد اس. بسيطة أي صح؟ نيجي بقى للاسم المؤنث، مثلا دي كورونا كريزة، أزمة كورونا. هنا الوضع مختلف، بتبقى wegen der كورونا كريزة. إيه اللي حصل؟ الأداة دي بقت der، والاسم نفسه فضل زي ما هو بالظبط من غير أي إضافات في آخره. وآخر حالة معانا هي الجمع، زي كلمة دي باوشتالين اللي معناها مواقع العمل أو الإصلاحات، ودي بتتعامل زي المؤنث بالظبط، هتبقى إيجن دير باوشتالين. الأداة دي بقت داغ، والاسم نفسه فضل زي ما هو من غير أي تغيير. ممتاز جدا، كده إحنا فهمنا القاعدة نظريا، بس أهم حاجة التطبيق. يلا نشوف أمثلة في جمل كاملة عشان المعلومة تثبت في دماغنا وما تطلعش تاني أبدا. دي جملة ممكن نسمعها أو نستخدمها كل يوم. Die Straße war wegen des Unfalls gesperrt. يعني الشارع كان مقفول بسبب الحادثة. شايفين تاني؟ wegen des Unfalls. خلاص القاعدة بقت واضحة. تعالوا ناخد كلمة جديدة ومهمة عشان نوسع قاموسنا اللغوي شوية. das Unwetter، ودي كلمة محايدة. das معناها مش بس عاصفة، لا دي معناها أي طقس سيء جدا، مطر غزير، عواصف رعدية، كل ده.
شوفوا الجملة دي. Das Flugzeug hatte wegen des Unwetters Verspätung. يعني الطيارة اتأخرت بسبب سوء الأحوال الجوية. وبما إن Unwetter كلمة محايدة، طبقنا عليها نفس قاعدة المذكر des Unwetters. وطبعا مش دايما بنتكلم عن حاجة معينة، ممكن نقول بسبب حادثة ما، مش الحادثة. هنا بنستخدم أداة نكرة، فبدل ديس وإي وإيني بنقول اينس للمذكر والمحايد، زي wegen eines Unfalls يعني بسبب حادثة. أو أسباب تانية زي wegen eines brennenden Autos يعني بسبب عربية مولعة، أو wegen eines defekten Motorrads يعني بسبب موتوسيكل عطلان. وبكده نكون لمينا كل حاجة محتاجين نعرفها عن استخدام فيجن مع الجينيتيف. قبل ما نقفل يلا نلخص كل ده في كام نقطة سريعة. الخلاصة بتاعتنا بسيطة جدا. أولاً الزحمة يعني دير شتاو. ثانياً بسبب يعني فيجن. ثالثاً ودي أهم نقطة، فيجن بيجي وراها دايماً حالة الجينيتيف. ورابعاً بنطبق القاعدة، المذكر والمحايد بياخدوا داس ونهاية اس للاسم، والمؤنث والجمع بياخدوا دير والاسم بيفضل زي ما هو. لو الشرح ده كان مفيد واستفدتوا منه، ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد بننزله. هستنى تعليقاتكم وأشوفكم في الشرح اللي جاي.